مستحق للحمد وحق له أن يحمد، الأحد المعبود وليس لغيره أن يعبد. تقدس سبحانه في جلاله عما لا يليق بكماله، فتبا لمن جحد وألحد. شأنه جليل، عطاؤه جزيل، خزائنه لا تنفد. قدرته أزلية وعظمته أبدية، وبقاؤه دائم على الدوام صرمد. قال جل جلاله: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سبحانه سبحانه، سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم في ملكه، وله العزة في عرشه، وإليه المرجع والمآب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وضميننا محمدا رسول الله، أبهى من القمر في سلطانه، وأعظم من الشمس في ضيائها، وأكرم من العيون في تدفقها وبركاتها. فهو الحبيب الأكبر والشفيع في المحشر، وصاحب اللواء والكوثر، عروس يوم القيامة، يوم يقال له: يا محمد سل تعطى واشفع تشفع. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيا أمة القرآن، الدنيا تشغل الناس كثيرا ليلا ونهارا، يبحثون عن السعادة والسعادة مع دقات قلوبهم وهم لا يشعرون. سألني بالأمس أحد الأبناء ونحن في المسجد: كيف نحصل على السعادة؟ تحصل على السعادة بأبخس الأسمان. الله تبارك وتعالى حينما يراك محبا للقرآن ومحبا لرسول الله وسنته ومحبا للفقراء والضعفاء، يبسط لك ذراعيه ويفتح أمامك كل الأبواب. تعلم يا أخي ماذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن مفتاح السعادة. المفتاح اللي الرسول طلعه لنا ازاي تبقى سعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن كان عيشه كفافا وقنع به. لكي تكون سعيدا لابد أن تكون قنوعا في الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. إذا عشت قنوعا ورضيت بما قسمه الله، ستشعر بطوفان من السعادة، منها ما يسري في عروقك وشرايينك، ومنها ما يتأرجح أمام عينيك، ومنها ما يسير خلال عروق قلبك
وعقلك ووجدانك. الله تبارك وتعالى يتجلى على المحبين والعاشقين لجلاله وسلطانه فيجعلهم سعداء في الدنيا والآخرة. اسمع القرآن، الآية رقم 97 في سورة النحل. سورة النحل 128 آية. الآية 97 ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ايه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ادي السعادة اللي انت بتدور عليها، الحياة الطيبة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. التقي هو السعيد، النقي هو السعيد، العفوف هو السعيد. أما من يجري وراء خلاجات الدنيا لا يملأ عينيه وجوفه إلا التراب. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشقى في الدنيا، تلهيه الدنيا عن ذكر الله، تلهيه الدنيا عن مجالسة العلماء، تلهيه الدنيا عن سماع القرآن ومحبة الفقراء، ويوم القيامة لا يلومن إلا نفسه. ليه؟ لأن القرآن بيقول ايه؟ ومن أعرض عن ذكري. اللي بيعرض عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيكون شقي، شقي في الدنيا وشقي في الآخرة. الله تبارك وتعالى تكرم بالمحبين المطيعين يعطيهم القناعة. أما من تمرد على قضاء ربه وقدره فليسمع: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عذاب الآخرة أشد وأبقى. لمن أغفل عقله وأغمض عينيه عن كلام الله وعن سماع القرآن الكريم. في ناس لما بيسمعوا القرآن بقول لك أغير المكان، لأن القرآن بيفكره بحاجات هو خايف منها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بيبقى عنده الأرض والفلوس في البنك لكن مش حاسس بالسعادة. ليه؟ لأن الإمام علي قال كده: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ما عندوش تقوى، ما عندوش خوف من الله، ما بيفكرش في لقاء ربنا. لما هيقف بين يدي الله ويسأله جاب الفلوس منين والأرض منين وعلم ولاده ولا ما علهمش وخاطم المساجد ليه خاصم المساجد ما عادش بيروح، ولما بيسمع القرآن بينشغل عن سماع القرآن بالدينار والدرهم. كل هذا سيسأل عنه أمام الله ويندم ساعة ألا ينفع الندم. طيب فيه آيات في القرآن بتتكلم عن السعادة طبعا. سورة هود 223 آية. الآية رقم 108 آخر سطرين في الصفحة اليمين: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. السعادة موجودة
بس استخدم عقلك وقلبك واحصل عليه لكي تحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنما تجري وتقول أنا عايزة عشان أبقى غني والناس يقولوا إنني من الأكابر. أكابر إيه؟ من ذا الذي قد حاز راحة سره في يسره إن كان أو في عسره، فلربما يشقى الغني بماله أضعاف ما يشقى الفقير بفقره. ولقد حسدت الطير في أوكارها فرأيت أكثرها يصاد بوكره. تالله لو عاش الفتى من عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا تجري الهموم بباله. ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. هات لي أغنى الأغنياء وقول له هنجيب لك واحد ينام معاك في أول ليلة تدفن في القبر وياخد نص مالك، يقول لا ياخد مالي كله بس يبات معايا أول ليلة في القبر. طيب وعيالك ما ياخدوش من الأرض ولا من الورث؟ قال لا، زي ما تعبت يتعبهم ويلمهم زمان لميت، بس يختاروا واحد ينام معايا في القبر أول يوم يونسني، أنا مش عارف أنا رايح على فين. من ذا الذي قد حاز راحة سره في يسره إن كان أو في عسره، فلربما يشقى الغني بماله أضعاف ما يشقى الفقير بفقره. ولقد حسدت الطير في أوكارها، بيبقى الطرع اللي قدامك وتنشن عليه نشان يخيب، ويبقى في طائر غلبان في قلب العش مع أولاده الصغيرين، وواحد بيجرب كده النشان يقوم يوصل لعنده ويموته، نصيبه كده. من ذا الذي قد حاز راحة سره في يسره إن كان أو في عسره، فلربما يشقى الغني بماله أضعاف ما يشقى الفقير بفقره. ولقد حسدت الطير في أوكارها فرأيت أكثرها يصاد بوكره. تالله لو عاش الفتى من عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا تجري الهموم بباله. ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ازاي بتغفل وتنسى؟ ما بتفكرش في أول ليلة هتبقى لوحدك في القبر هتقول ايه وهتعمل ايه، ومحدش معاك ولا يعلم بسرك ونجواك إلا من بسط الأرض ورفع السماء. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن الخلافة العباسية كان عايش واحد من أحفاد عمر بن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وكان قنوع، قال لك اما اطلع حج، فراح يحج في زمن الدولة الأموية، أنا آسف مش العباسية، فلقى هشام بن عبد الملك بن مروان بيطوف بالبيت، وهشام بن عبد الملك بن مروان ده عاشر خلفاء الدولة الأموية، فلقاه بيسلم عليه، فهشام بيقول له اطلب أي حاجة، مش عايز حاجة من الدنيا، الخير كتير. قال له إنني أستحي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت الله. دي الغنى اهو، الغنى اللي بنتكلم عنه. شوف انت لو واحد غني وقال لك عايز حاجة هتقول له امال ايه؟ ده انا مديون وعليا شيكات وعليا كمبيالات وعليا. لكن دي بقى هشام بن عبد الملك عاشر خلفاء الدولة الأموية بيقول لسالم اللي جده عمر بن الخطاب عايش حاجة؟ قال له إنني أستحي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت الله. فلما انتهى الحج سالم استناه على النصية بعد ما طلع من الطريق بتاع الكعبة، وقال له الآن خرجنا من بيت الله يا سالم، سلني أعطيك مما تشاء ومما تريد. قال له هشام، قال له نعم.
قال له: أنا جدي عمر بن الخطاب، أنا كنت في بيت الله المالك لكل شيء ولم أطلب منه شيئا، فكيف أطلب منك وأنت بعض ممتلكاته، يعني جزء من ممتلكات الذي لا يغفل ولا ينام. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزة النفس تدل على أنك إنسان طيب وكريم، لا تتهافت على الأبواب، لا تمد يدك لأحد تستجديه العطاء أو تستمنحه الصدقة، لا تطلب حوائجك إلا من الله، فهو لا يغفل ولا ينام. ربنا ما بياخدش اجازات، ربنا ما بيقدمش على اجازة عشان يروح يصيف. الله موجود في كل زمان ومكان يحصي دقات قلبك. انت عارف المؤمن عمره بيتقاس بايه؟ مش بشهادة الميلاد ولا بالمستخرج الرسمي، عمرك بيتقاس بدقات قلبك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هيدق كم دقة؟ مالكش دقة بقى بعد العمر ما يخلص. دقات قلبك بتتعد، إن كان لك 10,000 دقة ولا لك مليون ولا نص مليون، مجرد ما دقات القلب اللي محددة في عمرك تنتهي يعود التراب إلى التراب، ويحاسبك العظيم الوهاب على ما قدمته يداك في الدنيا. اتقوا الله يا أمة الإسلام واحذروا، احذروا من حاجتين: ابنك ومالك. القرآن حذرك من الحاجتين دول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. دي الآية رقم 9 في سورة المنافقون، وسورة المنافقون 11 آية. ندعو الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا، وأن يقبل صيامنا، وأن يطهر أفئدتنا، وأن ينصرنا على أعدائنا. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المستضعفين على الأمريكان واليهود الملاعين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اعفف نساءنا، اللهم وفق أولادنا، اللهم آتنا حجتنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأتوجه إلى العلي القادر وأدعوه أن يرحم فقيدنا صاحب السيرة الطيبة، لقد كان طيبا وكان عفيف اللسان. اللهم اجعله من سكان جنتك في هذا اليوم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونشكر كل من واسانا في فقيدنا الكريم، داعين الله تبارك وتعالى ألا يريهم مكروها في عزيز لديهم. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والله سبحانه وتعالى في علاه أعلى وأعلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.